بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الحلقة التانية من برنامجنا الساحرة المستديرة، ونقول هنتكلم على كأس العالم للأندية، هنتكلم على مباراة الدوري المصري الموجودة بكرة إن شاء الله، وهنتكلم ونشوف هنعمل ايه في ماتش اتحاد جدة. خلاص أمر واقع، اتحاد جدة كسب اوكلاند سيتي 3-0، كسب ب3 أهداف جابهم رومارينهو والهدف الأول، وبعد كده كانتي، وبعد كده كريم بنزيما. مباراة امبارح بتاع اتحاد جدة واوكلاند مش مقياس اللي هيحصل في ماتش الاهلي واتحاد جدة خالص. اوكلاند سيتي ده وصل البطولة بتاع كاس العالم للأندية ديت اكتر فريق وصل للبطولة، ورغم كده بيطلع من الدور الاول، فده مش مقياس. ما ينفعش نقيس اتحاد جدة قوة اتحاد جدة ماتش اوكلاند سيتي. لازم نتفرج على ماتش اتحاد جدة قبل كده، ونتفرج على الثلاث ماتشات الاخرانيين اللي كانوا مع جايردو المدرب بتاعهم الجديد، لان المدرب ده هو هيحط فكره. ونتفرج على ماتش برضو اوكلاند سيتي ونشوف. اولا فرقه اتحاد جده لازم تضيق عليها المساحات، لازم يبقى في ترابط ما بين خطوط الاهلي الثلاثه، من الدفاع للخط الوسط لخط الهجوم، الخطوط تبقى قريبه من بعضها، مش مفتحش جاب كبير ما بين كل خط وخط. مباراة الأهلي واتحاد جدة مباراة النص فرصة، معنى كده إن لازم من كولر إنه يدرب اللعيبة على عدم إهدار الفرص. سهل قوي إن أنا أدرب لعيبتي على عدم إهدار الفرص، سهل جدا أفرجهم على اتحاد جدة في تحركاته. أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أجيب اللعيبة ومن غير ملخص وافرجهم على ماتش كامل، او افرجهم على لقطات فيديو للحاجات اللي انا شايفها في نادي اتحاد جدة. طيب لو توقعنا مع بعض كده وجينا قلنا ايه التشكيل بتاع الاهلي هيبقى ايه؟ طبعا احنا قلنا ان رومارينهو وكانتي وبنزيما هم اللي جابوا التلات جوان بتاع اتحاد جدة امبارح في اوكلاند سيتي. احمد حجازي اضاف كتير لخط دفاع اتحاد جدة في الماتش بتاع امبارح، ولكن انا لسه عندي تعليقات كتير على دفاع اتحاد جدة. دفاع اتحاد جدة على فكرة مش بالقوة اللي احنا شايفينها، ودي افضليه للاهلي. انت عندك سرعات، عندك بيرسيتاو، عندك كهربا، عندك حسين الشحات. الحاجات دي هتبقى لازم تستخدم الاسلحه بتاعتك كويس. لازم تدرب برضو اللعيبه على الشوط. انا اتمنى ان عمرو السولية يبدا الماتش، بس ده هو هيبقى صعب عليه شويه، بس لازم استغل عمرو السولية. عمرو السولية دماغ كبيرة جدا في النادي الأهلي، ولاعب فنان بمعنى الكلمة. لاعب تحب تشوف الكرة في رجله، تحب تشوف فكره عالي قوي في الكرة، وعينه حلوة قوي في الملعب، يقدر يوصل لك اللعيبة من لمسة واحدة في أي حتة. فلازم على الأقل استغله، حتى لو مش هستغله الماتش كله عشان عدم الجاهزية البدنية، عشان بقاله كتير ما بيلعبش وما شاركش غير ما يقرب من تلت ساعة في ماتش من الماتشات في الدوري، تقريبا ماتش سموحة او حاجة كده، او ماتش يانج افريكانز. فما اقدرش استغله طبعا طول الماتش، فهضطر غصب عني ما لعبوش الماتش كله، او ما ابداش بيه يعني. بس لازم استغله، لازم عمرو السولية يبقى موجود معانا. هاني ومعلول عليهم شغل كتير قوي، سواء هجومي اكتر منه دفاعي. طبعا الدفاع مهم جدا، ولكن هجوميا عشان تضرب اتحاد جدة لازم تضربها من الاطراف. اطراف اتحاد جدة مش هتبقى بالقوة اللي موجودة في خط النص زي فابينيو وكانتي، اتنين تقال، انما تقدر تستغل من الاطراف. فهل انت عندك حد يقدر كويس؟ كهربا بيلعب بدماغه بس مش قوي يعني، مش اللي هو 100% هيقدر كويس، لكن هنقدر نشوف هيعمل ايه بكره وهيتعامل ازاي مع الماتش. طيب لو انت عايز تشوف تشكيل الاهلي، تتمنى تشكيل الاهلي يبقى ايه؟ لا خلاف على محمد الشناوي، عبد المنعم، ياسر ابراهيم اقرب من رامي ربيعه. انا شايف ان ياسر ابراهيم اقوى من رامي ربيعه بالذات في الكرات العاليه. وعندنا في اليمين هاني، وفي الشمال معلول. ممكن نلعب ديانج ومروان عطيه امام عاشور. هنحط بيرسي تاو وحسين الشحات كهرباء. اعتقد التشكيل ما فيهوش حيره كبيره للمدرب. ما اعتقدش ان قفشه هيبدا من اول ماتش، مش عارف، ما اعتقدهاش. حسين الشحات طبعا ايقونه كاس العالم للانديه ده لازم يبدا الماتش. ده بقى بالنسبه للاهلي. بالنسبه لازم الاهلي يركز، الماتش مش سهل ومش صعب، بس انت ممكن تصعبه على نفسك. اتمنى ان الاهلي اهم حاجه في ماتش يوم الجمعه
ما تهدرش الفرصة السهلة. الفرصة السهلة مش هتيجي كتير في الماتش زي ده، خصوصا مع الجمهور والحوارات ديت. بس احنا واثقين في الاهلي وواثقين في اللعيبة، مش عايزين نتكلم على مشاكل، مش عايزين نتكلم على اللي عمله خالد الجوادي. احنا في مرحلة تكاتف، لازم الاهلي يتكاتف، ولازم نشيل مشاكلنا جانبا خالص، ونفكر كأننا بنبدأ حاجة جديدة. كأس العالم للأندية دي لا تبقى بداية الانطلاق تاني للأهلي، لا هتعمل مشاكل كتير في المستقبل، واحنا ان شاء الله ما نتمناهاش. هنقول لكم، هنذكركم بس بماتشات بكره، ان بكره تاني الدوري هيرجع، وهيبقى فيه 4 ماتشات. عندنا الجونه هيلاعب البنك الاهلي، وعندنا مودرن فيوتشر هيلاعب سيراميكا، ده ماتش جميل جدا على فكره، وعندنا بيراميدز والبلديه، وعندنا ماتش المصري والزمالك، وده ماتش برضه هيبقى قوي. علي ماهر بقى مع معتمد جمال، عايزين نشوف مباراة خارج الخطوط وداخل الملعب خططي ازاي. طبعا عايزين نشوف بقى منكم يعني تتفاعلوا معانا كده، ونشوف اللي عايز يكتب حاجة عن التشكيل، عايز يقول أي حاجة، عايز أي سؤال عن اتحاد جدة، عن الأهلي. إن شاء الله بكرة ليلة الماتش هيبقى في كلام أكتر عن الموضوع بتاع الأهلي و... واتحاد جدة. هنتكلم باستفاضة، هنقول لكم تشكيل الفريقين المتوقع، وان شاء الله يعني التوفيق اصلا للنادي الاهلي باذن الله باذن الله باذن الله. كلنا ورا النادي الاهلي زي ما قلنا، نتكاتف، مفيش مشاكل ان شاء الله. بس اللعيبه كده التوفيق يبقى معاها من ربنا، وان شاء الله لو التوفيق معانا انا اعتقد باذن الله ان احنا هنعدي العقبه ديت ونوصل لدور الاربعه، ونلعب قبل النهائي، ولكل ماتش حواراته وكل ماتش ظروفه. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.